معانا النهاردة بنغوص في كتاب ممكن يكون مفيد لناس كتير Essential Oils for Beginners لأماندا روبنسون. الكتاب ده يعني بيقدم نفسه كمدخل لعالم الحلول الطبيعية لمشاكل صحية بنقابلها كل يوم كبديل عن الأدوية التقليدية. فالسؤال هنا، هل حكمة النباتات القديمة دي ممكن فعلا تقدم لنا حلول عملية؟ خلينا نشوف. تمام. وهدفنا هنا إننا نفصص الكتاب ده ونطلع بخلاصة مركزة. هنشوف إيه الأفكار الأساسية، المفاهيم اللي بيركز عليها، والتطبيقات العملية. يعني إيه هي الزيوت دي أصلاً؟ تاريخها إيه؟ فوائدها زي ما الكتاب بيقول، والأهم إزاي نستخدمها صح وبأمان. أيوة، وفي نقطة مهمة قوي بخصوص الاسم الكتاب بيناقشها. كلمة essential هنا مش معناها ضروري للجسم زي مثلاً الأحماض الأمينية الأساسية، لأ، هي أقرب لمعنى جوهر أو روح النبات نفسه، الأسنس بتاعته. وحتى كلمة أويل ممكن تلخبط شوية، هي مش دهنية زي زيت الأكل يعني. فهمتك. والطريقة الأساسية لاستخلاصها زي ما الكتاب بيقول هي التقطير بالبخار أو بالمية. والكتاب كمان بيربط الفكرة دي بجذور تاريخية زي فكرة أرسطو عن الجوهر الخامس وكده، يعني مش مجرد اختراع جديد أو موضة. لا خالص، الكتاب بيوضح إن ليها استخدامات قديمة وبيسلط الضوء على الفوائد الصحية المحتملة. بيتكلم عن خصائص مضادة للميكروبات، بكتيريا، فطريات، فيروسات. وبيشير كمان لدراسات زي دراسة في 2010 عن تأثير بعضها على فيروس الإنفلونزا. ده غير الاستخدامات التانية اللي بيذكرها زي علاج طبيعي مساعد للحروق البسيطة، الصداع النصفي، تقوية المناعة. وكل ده من وجهة نظر الكاتبة ممكن يساعد في تجنب آثار جانبية للأدوية الكيميائية. المظبوطة. دي فعلا نقطة جوهرية. الكتاب بيشدد جدا على نقاء الزيت، لازم يكون 100% طبيعي وموثق المصدر كمان لو أمكن. وهنا بقى الفرق الأساسي اللي لازم أي حد مهتم يكون عارفه، الفرق بين الزيوت العطرية الطبيعية دي وبين حاجة تانية اسمها زيوت العطر fragrance oils. اللي هي بتبقى صناعية. بالظبط، بتبقى مركبات كيميائية معمولة في المعمل، ممكن ريحتها تبقى شبه الطبيعية، لكن الكتاب بيوضح إن ملهاش أي قيمة علاجية خالص. تمام. طيب، ندخل بقى على مجال الأروما ثيرابي نفسه أو العلاج بالروايح. الكتاب بيعرفه إزاي؟ الكتاب بيقدم الأروما ثيرابي كفن وعلم استخدام الزيوت الطبيعية وخصوصا العطرية منها عشان نوصل لتوازن نفسي وجسدي. الفكرة الأساسية إن استنشاق الروائح دي بيأثر مباشرة على أجزاء في المخ مسؤولة عن العواطف والذاكرة. عشان كده تأثيرها ممكن يكون سريع أو قوي. أيوة، والكتاب بيشوفها ممكن تكون علاج تكميلي كويس جنب الطب التقليدي أو حتى بديل في بعض الحالات البسيطة. طب إيه الطرق اللي ممكن نستخدمها بيها؟ الكتاب بيقول إيه؟ في كذا طريقة، أشهرها طبعا أجهزة التبخير الديفيوزر اللي بتنشر الريحة في المكان. في كمان الاستخدام الموضعي زي في المساج أو نضيفها لمية البانيو مثلا. بس هنا لازم تتخفف الأول في زيت تاني اسمه زيت حامل أو كارير أويل، دي نقطة مهمة جدا. تمام. والطريقة الثالثة هي الاستنشاق المباشر، يا إما من الإزازة بحرص أو نقطة على منديل. والكتاب قال حاجة عن تاريخ المصطلح ده أروما ثيرابي؟ أيوة، لمحة سريعة كده. بيشير إن اللي صاغ المصطلح ده كيميائي فرنساوي اسمه رينيه موريس جاتوفسييه سنة 1937، وانتشر استخدامها أكتر بعد الحرب العالمية التانية، خصوصاً مع شغل جراح اسمه جان فالنيه كان بيستخدمها في علاج الجنود. طيب، ولما نتكلم عن مكونات الأروما ثيرابي، هي بس الزيوت العطرية دي ولا في حاجات تانية؟ لا، هي الأساس طبعاً الزيوت العطرية اللي غالباً مقطرة بالبخار، لكن الكتاب بيوضح إن في منتجات تانية ممكن تقابلنا في السوق. في حاجة اسمها المطلقات أو أبسولوتس، دي مستخلصة بمذيبات كيميائية تركيزها عالي جدا بس ممكن يبقى فيها بقايا من المذيب ده. وفي كمان مستخلصات ثاني أكسيد الكربون CO2 extracts، ودي طريقة تعتبر أحدث وأنقى شوية، كويسة للنباتات الحساسة للحرارة. يعني دي تفاصيل أكتر للي عايز يتعمق. بالظبط، الهدف إن لو حد شاف الأسماء دي يبقى فاهم الفرق، لكن للمبتدئ الأساس هو الزيت العطري النقي المخدر. وطبعا الزيوت الحاملة carrier oils اللي انت ذكرتها. أيوة، ودي لا غنى عنها للاستخدام على الجلد. زيوت نباتية عادية زي الجوجوبا أو اللوز الحلو أو جوز الهند، وظيفتها تخفف الزيوت العطرية المركزة دي وتساعد الجلد يمتصها بأمان. الكتاب كمان بيذكر حاجات زي الهيدروسولات أو المياه الزهرية، والرطنجات زي اللبان والمر، وبيأكد تاني وتالت
زيوت العطر الصناعية fragrance oils ملهاش مكان هنا خالص. الزيوت العطرية دي مركزة بشكل لا يصدق. لازم دايما تتخفف بزيت حامل قبل ما تلمس الجلد. موضوع البلع ده خطير جدا وممنوع تماما إلا تحت إشراف حد متخصص ومؤهل وعارف هو بيعمل إيه بالظبط. وحتى مع التخفيف الواحد يجرب الأول على حتة صغيرة. أكيد اختبار حساسية ضروري جدا. الخلاصة اللي الكتاب بيوصلها: الزيوت دي ممكن تكون آمنة ومفيدة لو اتعاملنا معاها صح بحرص وبمعرفة واتبعنا الإرشادات كويس قوي. والجزء الكويس في الكتاب إنه مش بس نظري، ده فيه وصفات عملية كمان. صحيح، وده اللي بيخلي المعلومة قابلة للتطبيق. بيقدم وصفات لمشاكل شائعة، يعني مثلا للقلق والتوتر بيقترح مزيجات زي البرغموت مع خشب الصندل أو المريمية كلاري سيج مع اللافندر. ممكن الواحد يستخدمها في ديفيوزر أو يستنشقها. دي حاجة ممكن تساعد فعلا على الاسترخاء. وفي أمثلة تانية طبعا زي انسداد الأنف يقترح الكافور والنعناع الفلفلي، أو لمشاكل جلدية زي حب الشباب يقترح زيوت زي شجرة الشاي واللافندر والغرنقي، وبرضه لازم تكون مخففة. يعني الكتاب يعتبر نقطة بداية كويسة ومبسطة للي عايز يستكشف العالم ده. بالظبط كده، بيقدم نظرة شاملة وعملية، بيبدأ من التعريفات والتاريخ وبعدين أنواع الزيوت وإزاي نختارها ونستخدمها بأمان، وينتهي بوصفات تطبيقية لحالات معينة. هو فعلا زي جسر بين المعرفة دي واحتياجاتنا اليومية. واضح إن الكتاب بيفتح باب على احتمالات كتير لتحسين جودة حياتنا اليومية بطرق طبيعية، من الصداع للأرق للتوتر، حاجات بنعاني منها كتير. وفي فكرة أخيرة ممكن نفكر فيها سوا: كل التركيز ده في الكتاب على النقاء والطبيعة واستخلاص جوهر النبات، يا ترى ده ممكن يخلينا نفكر تاني في علاقتنا بالمنتجات المصنعة والمعالجة بشكل عام في حياتنا؟ سؤال ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه.